لم يكن كسابقاته من الدورات مؤتمر الصناعات البتروكيماوية بعد نصف قرن من التأسيس، فأسعار النفط المتهاوية ألقت بظلالها على أعمال المؤتمر. وزير النفط الإيراني قال إن بلاده تتحمل انخفاض الأسعار حتى 25 دولارا، لكنه ألمح بأن رائحة السياسة باتت تفوح من آبار النفط. لن تتعرض صناعتنا النفطية للتهديد حتى لو هبط سعر النفط إلى 25 دولارا. إنما حدث جزء منه اقتصادي والآخر يتعلق بإرادة سياسية لا تريد رفع الأسعار. هبوط أسعار الذهب الأسود قلص عائدات طهران لأكثر من 30%. البرلمان الإيراني الذي سيقر الموازنة العامة الأسبوع المقبل يدرس تعديل سعر النفط من 72 دولارا في مشروع الموازنة حتى 40 أو ربما أقل مع استمرار هبوط الأسعار. يقول مراقبون إن الحكومة في الموازنة الجديدة ستكون مضطرة للتقشف في مشاريع البناء والإعمار أو حتى إيقاف بعضها وزيادة الضرائب، لكنها ستبحث كذلك عما يعوض خسائرها النفطية في الدخل. البتروكيماويات هي الأمل الوحيد للصناعة في البلاد بعد تراجع أسعار النفط، فبدلا من بيع النفط الخام يمكننا إنتاج وبيع المنتجات البتروكيماوية المتنوعة، وهي تشكل قيمة مضاعفة عالية لبلدنا. تشكل الصناعات البتروكيماوية ثلث صادرات إيران غير النفطية. لتكون بديلا حقيقيا عن النفط في دخل الحكومة ومصدرا للعملة الأجنبية يحتاج الأمر بعض الوقت والتخطيط والكثير من المال. لكن من أين ستوفر طهران تمويل تطوير منشآتها البتروكيماوية في ظل تراجع عائدة النفط؟ منشآتنا البتروكيماوية تمتلك بنى تحتية قوية تم إنشاؤها منذ السنوات عندما كان سعر النفط مرتفعا، لكننا اليوم بحاجة فقط إلى تسريع عمليات الإنتاج وزيادة حجمها لتعويض خسائرنا في النفط. تسعى طهران إلى زيادة إنتاجها من الصناعات البتروكيماوية من 60 مليون طن حاليا حتى 150 مليون طن عام 2025. حينها قد تصبح مصدر دخل حقيقي، وبعدها يمكن الحديث عن تحييد النفط. اقتصاد عماده الاعتماد على الذات لا على براميل النفط سيكون دعامة لإيران وركيزة في مقاومة الضغوط الخارجية، لكن الإفلات من فخ الذهب الأسود بجاذبيته المفرطة يبقى سؤالا صعبا لا يجد الإجابة في المدى المنظور على أقل تقدير. عمر هواش، RT.